ايه اللي يخلي ساحر يسيب مجده وسحره ويتحول خادم للمسيح؟ ازيكم؟ كان القديس كبريانوس كان في الاول ساحر مشهور، واتعلم السحر في بلاد المغرب، ولحد ما بقى احسن واحد في جيله. وغروره خلاه يسافر انطاكيا عشان يتحدى السحرة ويفتخر بنفسه. ولما وصل زاع صيته بسرعة لحد ما جه شاب من عيلة كبيرة عنده مشكلة. كان بيحب بنت مسيحية طاهرة اسمها يوستينا. شافها وهي رايحة الكنيسة فحبها، لكن لا الفلوس نفعت ولا التهديد ولا حتى السحر. الشاب راح لكبريانوس وقال له استخدم سحرك وجيبها لي. كبريانوس وافق وحاول بكل قوة، لكن كل مرة يبعت شياطين ليها بيلاقوها واقفة بتصلي ويرجعوا خايبين. ولما لقى نفسه فشل قال للشياطين لو جبتوش يوستينا انا هعتنق المسيحية. الشيطان الكبير حب يخدعه، فخلى واحد من جنوده يتشبه بيوستينا ويظهر لكبريانوس. كبريانوس فرح جدا، ولما نطق اسمها وهو بيقول مرحبا بسيدة النساء يوستينا، الشيطان ما استحملش اسمها وانكشف على حقيقته. ساعتها كبريانوس فهم ان المسيح هو الحق، وقام بحرق كل كتب السحر وراح يتعمد على ايد البطريرك انطاكيا، واللي لبسه لبس الرهبان. بعد كده اتدرج في خدمة الكنيسة لحد ما بقى اسقف سنة 351، وخلى الكنيسة يوستينا رئيسة على دير الراهبات. ولما اجتمع المجمع المقدس كان كبريانوس حاضر فيه. الملك داكيوس عرف باستدعائهم وطلب منهم يبخروا الأصنام، لكنهم اتمسكوا بالمسيح ورفضوا، فعذبهم عذابات كتير وأمر قطع راسهم. بركة صلاتهم فلتكن معنا جميعا. لو عجبتك القصة اكتب شفاعتكم معانا.